أول الأهداف من أسامة طنان، منقولة عرضية بالراسيو، وضعها سفيان بوفتيني، ارتقى الأسود على شنخاف ونحن الأسود. سفيان بوفتيني بارتقاء عالي وضع الكرة بالشباك، واحد من أهم الخبرات والأسماء، عرضية مميزة. والأسد المغربي يتقدم بأول الأهداف على شنخاف وحنا الأسود. حتى وإن كنا نلعب بالرديف لكن حنا الأسود. هذا ما نشاهد الآن، منتخب يتجمع في اللحظات الأخيرة ويقدم هذا الحضور. أسامة طنان نقلها والتسديدة والثاني يأتي المنتخب المغربي يا طارق تسودالي، واعر بالزاف. المنتخب المغربي يضرب مرة أخرى، يتقدم في هذا العرس العربي، يقدم نفسه. طارق تسودالي يسجل الثاني، والفرحة الكاملة للمغاربة، المنتخب المغربي يتقدم في شوط المباراة الأول. لا، أنتم شعلة في الميدان، راكم شعلة في الميدان. هذه هي الشعارات تأتي الآن للمنتخب المغربي اللي يتقدم بهدف ثاني. اللعبة محاولة في الأمام، نقلة ولعبة وتسديدة قد تأتي ومراوغة جميلة وحلوة. حلوة اللعبة الماضية، لف على نفسه اللاعب إبراهيم يوسف. هي اللقطة الأجمل يا إبراهيم، اللقطة الأجمل في مصلحة المنتخب المغربي عن طريق اللعب. هذا الخطير، يا سلام على محمد اللي كاد بأن يفعلها في اللقطة الماضية. بولوكسود كاد بأن يسجل. شوف الكرة والتحرك واللقطة الماضية والمحاولة اللي طالت على محمد بولوكسود ثم عدت إلى ضربة مرمى. تحرك من خلف المدافعين، سجلوا هدفين من ركلتين ركنيتين. لعب الكرة رائعة إلى بولوكسود والكرة العرضية الجميلة والإبعاد يأتي، تعود مرة أخرى بولوكسود. الكرة العرضية في الجانب الآخر، المحاولة في استلام اللي سعيد بما يشاهده هذا منتخب الرديف. عادت مرة أخرى المحاولة بالكعب، يا عيني على كرة عرضية. يا سلام على المغاربة، على الأسود اللي تغني في أرضية الملعب. المنتخب المغربي ما يلعب لا يغني. عادت مرة أخرى المحاولة من جومبا، لعب الكرة في الأمام، فيها تدخل وفيها إبعاد، والكرة العرضية المنتظرة، لكن بوفتيني في التوقيت المناسب خلص الكرة الماضية، أبعدها سفيان. هذه الكرة وهذا التعثر. هنا المحاولة من منتخب جزر القمر اللي كاد بأن يفعلها ويسجل هدف التقليص بمحاولة منه لدخول الأجواء، للتألق في هذا اللقاء. كرة بتصل الآن، محاولة على أمام عرضية بالراس، والثالث فعلوها مرة أخرى. البركاوي يسجل الثالث للمنتخب المغربي. البركاوي يضرب بهدف ثالث يفرح المغاربة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. شوط يتعملق فيه المنتخب المغربي، بالرائد التحدي اللي قادم من رائد التحدي إلى فارس الظفرة. الآن هو الفارس في هذه الليلة مع أسود الأطلس، يضرب بهدف ثالث. شوف الكرة العرضية اللي كانت مثالية والراسية من البركاوي وضعها بالراس. والمنتخب المغربي اللي 4 المنتخب جزر القمر و3 ركلات ركنية للمغرب، والكرة منقولة لنا عرضية، محاولة خطيرة. هدف التقليص يأتي، بل هذا هدف تاريخي للسمكة النادرة، هدف تاريخي للمنتخب جزر القمر. كريم
هو من يسجل، يفرح جماهير منتخب جزر القمر. يعود المنتخب الآن، يعود المنتخب في هذه المشاركة التاريخية بالظهور الأول في البطولة العربية. يقلصون الفارق بهذه الكيفية. شوف الكرة العرضية، شوط ثاني يبدأ حمادة جنباي بطريقة أفضل مع لاعبيه، مع نجومه، مع أسماء. كريم سعيد محمد هو من يسجل الآن هدف التقليص لمصلحة منتخب جزر القمر. جزر القمر لجماهير جزر القمر السعيدة بما تشاهد في هذه المباراة وفي هذا اللقاء.